السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكل متابعين الأعزاء. سعيد جدا بوجودكم معنا مرة أخرى في هذا الفيديو الجديد. يعيش المنتخب الوطني المغربي مرحلة دقيقة في تاريخه الكروي، تتقاطع فيها الطموحات الكبرى مع التحديات المعقدة، وتتداخل فيها الحسابات الرياضية مع الضغوط الإعلامية والسياسية والاقتصادية. فبعد الإنجازات اللافتة التي حققها أسود الأطلس في السنوات الأخيرة، وعلى رأسها التقدم في التصنيف العالمي والظهور المشرف في المحافل الدولية، باتت الأنظار مسلطة على مستقبل الكرة المغربية، لا من باب الإشادة فقط، بل من زاوية الترقب والنقد والتقييم الصارم. في قلب هذا المشهد تبرز ملفات ساخنة تتصدر العناوين: صراع استقطاب المواهب الشابة بين المغرب وفرنسا، خيارات الناخب الوطني في الاستدعاءات، ومستقبل جيل صاعد يطرق أبواب الاحتراف الأوروبي بقوة، وعلى رأسه أسماء مثل أيوب بوعدي وعثمان معمة وغيرهما من المواهب التي أصبحت محط أنظار كبار الأندية في القارة العجوز. يعد ملف أيوب بوعدي واحدا من أكثر الملفات حساسية في المشهد الكروي الحالي. لاعب وسط نادي ليل الفرنسي الذي لم يتجاوز بعد عامه 18 أصبح محور اهتمام مزدوج بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والاتحاد الفرنسي، في صراع هادئ في ظاهره لكنه شديد العمق في كواليسه. الصحافة الفرنسية لم تخفي قلقها من اقتراب اللاعب من تمثيل المنتخب المغربي، إذ تحدثت تقارير عديدة عن أن معسكر شهر مارس سيكون حاسما في تحديد مستقبله الدولي. في المقابل، تشير تحليلات إعلامية أخرى إلى أن المغرب بات يملك حظوظا قوية في كسب هذا الرهان، مستفيدا من مشروع رياضي طويل المدى ومن ثقة متزايدة لدى اللاعبين الشباب في رؤية الجامعة الملكية ومنهجها في تطوير المواهب. بوعدي بأسلوبه الهادئ وقدرته على افتكاك الكرة وبناء اللعب تحت الضغط ينظر إليه على أنه مشروع لاعب لا غنى عنه في الوسط الميدان الحديث، وهو ما يفسر ارتفاع وتيرة الضغط الإعلامي حوله، سواء من الصحافة الفرنسية أو من منابر أوروبية أخرى ترى فيه مستقبلا واعدا للكرة القارية. لم يعد الصراع على بوعدي مقتصرا على مستوى المنتخبات، بل امتد إلى سوق الانتقالات، حيث أبدت أندية مثل باريس سان جيرمان وأرسنال ومانشستر يونايتد اهتماما واضحا بخدماته. وتؤكد تقارير بريطانية أن أرسنال بدأ بالفعل اتصالات أولية مع محيط اللاعب، في وقت يبدو فيه العملاق الباريسي أكثر قدرة مالية على حسم أي صفقة محتملة. هذا المشهد يعكس حقيقة جديدة: اللاعب المغربي الشاب لم يعد مجرد موهبة محلية تبحث عن فرصة، بل أصبح سلعة كروية ذات قيمة عالية في سوق عالمي شديد التنافس، وهو ما يضع الجامعة المغربية أمام مسؤولية مضاعفة في حماية مصالح لاعبيها وتوجيههم نحو مسارات احترافية متوازنة. على خط موازن يبرز اسم عثمان معمة، الذي خطف الأضواء بعد تألقه في كأس العالم لأقل من 20 سنة، ليصبح محط اهتمام أندية مثل تشيلسي وستراسبورغ وباريس سان جيرمان. لاعب واتفورد الحالي يتميز بقوة بدنية لافتة وسرعة في الاختراق وفعالية أمام المرمى، ما يجعله نموذجا للمهاجم العصري القادر على إحداث الفارق في المباريات الكبرى. ويرى متابعون أن استدعاء معمة إلى المنتخب الوطني الأول قد يشكل نقطة تحول حاسمة في مسيرته، ليس فقط على مستوى القيمة التسويقية، بل أيضا من حيث النضج الفني والخبرة الدولية التي لا تكتسب إلا في مثل هذه المحافل. في خضم هذه الملفات يبقى وليد الركراكي في مرمى الانتقادات والتحليلات، فخياراته البشرية خاصة في بعض الاستحقاقات القارية أثارت جدلا واسعا بين من يرى فيها وفاء لمنهج تدريبي قائم على الاستقرار والثقة، ومن يعتبرها تفويتا لفرص منح المواهب الشابة مساحة أكبر للتألق.
يطرح المتابعون تساؤلات مشروعة عن معايير الاستدعاء وجدوى الاعتماد المستمر على أسماء بعينها، في وقت تفرض فيه كرة القدم الحديثة منطق التدوير والتجديد وضخ الدماء الجديدة في مختلف المراكز. من جهتها، تواصل الجامعة الملكية لكرة القدم الدفاع عن مشروعها القائم على الاستثمار في التكوين والبنية التحتية والمنتخبات السنية، فالنتائج التي تحققت على مستوى الفئات العمرية والتقدم في التصنيف الدولي تعكس وفق مسؤوليها نجاح مقاربة استراتيجية لا تقاس فقط بلقب أو بطولة، بل باستدامة الأداء والتنافسية على المدى المتوسط والبعيد. ويرى مراقبون أن هذه الرؤية هي ما جعل المغرب اليوم وجهة مفضلة للعديد من اللاعبين مزدوجي الجنسية الذين باتوا يرون في القميص الوطني مشروعا رياضيا حقيقيا، لا مجرد خيار عاطفي أو ظرفي. في سياق آخر، أثارت بعض القرارات التحكيمية والتنظيمية في المنافسات القارية نقاشا واسعا حول دور الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ومدى تدخل الفيفا لضمان العدل وتكافؤ الفرص، وبين الإشادة الدولية بتجربة المغرب التنظيمية والرياضية تتعالى أصوات تطالب بإصلاحات أعمق في منظومة الكرة الإفريقية بما يليق بإمكانات القارة ومواهبها. يقف المنتخب المغربي اليوم على مفترق طرق تاريخي، فبين صراع استقطاب المواهب وضغوط الأندية الأوروبية والتحديات المنافسات القارية والعالمية، تتشكل ملامح مرحلة جديدة عنوانها الأساسي الاستمرارية أو التراجع. إن الرهان لم يعد محصورا في الفوز بلقب هنا أو هناك، بل في بناء منظومة كروية متكاملة تنتج لاعبين قادرين على المنافسة في الأعلى المستويات، وترسخ هوية رياضية تجمع بين الأصالة والطموح وبين الواقعية والحلم. وفي زمن تتغير فيه موازين القوى بسرعة، يبقى السؤال مفتوحا: هل ينجف المغرب في تحويل هذه اللحظة المفصلية إلى نقطة انطلاق نحو عصر ذهبي جديد، أم أن التحديات ستفرض عليه مراجعة المسار قبل فوات الأوان؟ الأيام وحدها كفيلة بالإجابة. إذا وصلت إلى هنا فأنت من الناس الرائعين. اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. نشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.